هذا السلاح الوظيفة الوحيدة المتبقية له هو استعماله بالداخل بموازين القوى الداخلية، وهذا شيء مرفوض. ما حدا قبلان انه يبقى في سلاح بيد حزب الله، ما حدا، ولا رئيس جمهورية ولا الحكومة ولا مجلس النواب بأكتريته ولا القوى السياسية ولا العالم العربي ولا المجتمع الدولي، ما حدا قبلان انه هذا السلاح يبقى. والتجربة بتقول انه هذا السلاح ما حمي لبنان، وهذا السلاح أدى إلى استخدام لبنان من قبل دول أخرى لمآرب ما لها علاقة بمصلحة لبنان. وبالتالي بفتكر كل الحجج يلي كانت تستعمل لتبرير بقاء هذا السلاح كلها سقطت. واليوم بعد ما أضعف حزب الله بهذا الشكل، وحتى بظل ما يحصل في غزة وما يحصل مع إيران، إذا مع كل إذا بعد في سلاح لم يستعمل، هذا يعني أنه هذا السلاح بقاؤه هدف واحد، هو الداخل والسيطرة على الداخل واستعماله لتخويف الطائفة الشيعية بالدرجة الأولى واللبنانيين بالدرجة الثانية، والتأثير على الحياة السياسية بلبنان. فإذا هذا السلاح ما رح يستعمل لتحرير فلسطين، لا رح يستعمل للدفاع عن إيران، ولا رح يستعمل للدفاع عن لبنان، لأنه برهن أنه ما دافع عن لبنان. طيب لكن هذا السلاح شو الوظيفة تبعه؟ هذا السلاح الوظيفة الوحيدة المتبقية له هو استعماله بالداخل بموازين القوى الداخلية، وهذا شيء مرفوض من قبلنا كلنا.